بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم، يتعاد عليكم يا رب بخير دايما. النهارده بقى فيديو جديد بيوم جديد، وان شاء الله كده ايه يعجبكم بإذن الله. اللي اول مرة يشوفني يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. سمينا الله وبدأنا يومنا النهاردة على خير كده. بدأنا طبعا بالعبادة الأول وشوية تسبيح حلوين عشان نلم حسنات كتير. وبدأنا اليوم بتاعنا العادي اللي احنا بنعمله كل يوم، نضفنا الشقة وشغلت الغسالة. طبعا احنا ما نقدرش يوم ما نشغلش الغسالة، يتكوم عندنا الغسيل جبال يعني. وبعدين دخلت على المطبخ وايه، قلت بقى اسمي الله كده واشوف هبدأ بايه الأول. طبعا رمضان يعني قمر الدين، ويعني التمر. فإحنا الولاد وجوزي بيحبوا قمر الدين جدًا، وكمان أنا وجوزي طبعًا لازم نفطر على التمر باللبن. أنا بابقى مفصصاه من قبل رمضان كده وشايلاه في علب وحاطاه في التلاجة، يا دوب على إن أنا أطلّعه أغسله وأحطه في شوية مَيّة سخنة صغيرين، وقبل الفطار مثلًا يعني بعد صلاة العصر كده إن شاء الله على خير، باروح حاطاه في ال ب باغلي اللبن، الحليب وأحطه فيه. آمم، عملت بقى كل الحاجات ديّة كده، وحضّرت الفطار للولاد عشان يفطروا هُم بقى، وأبدأ أنا يومي كده وأشوف إيه أنا هاعمل إيه. للأسف كلّكم عارفين إن أنا بقى لي مدة يعني كتير حبّة حلوين يعني كده ما عملتش فيديوهات، ما نزّلتلكوش فيديوهات. وما قدرتش للأسف كمان إن أخزّن حاجات جاهزة لرمضان. فالموضوع هيبقى مُتعب معايا أول كام يوم كده، لحد ما أحضّر بس حاجات إن أنا أعتمد عليها وأنزّلها، يعني آخُد منها أعمل كل يوم في رمضان، فيسهّل عليّا الدنيا شوية. وطبعًا كمان نوني مش مدّياني فرصة لده، إن أنا أعمل كده غير وهي نايمة، فده بيبقى فترات قليّلة جدًا يعني. فبسم الله دلوقتي كده معانا إيه، ما شاء الله كده فرخة حلوة ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، كبيرة. أنا باحب أجيبها كبيرة بصراحة عشان أستفيد من كل حاجة فيها. هنا أنا هاخلي الوراك. قررت إن أنا أعمل لهم النهارده، قررت بقى النهارده أعمل لهم إيه، هاعمل حمام بس حمام كدّاب ونضحك عليهم في أول يوم رمضان. هنعمل حمام كدّاب بحشوة رز حلوة أوي كده جديدة وجميلة إن شاء الله تعجبكم. وإيه، وهاعمل كمان جنبها رز بقى بالخلطة كده مغذي جدًا وفيه تكّاية جديدة عشان رمضان بس. هاعملها النهارده معاكم إن شاء الله تعجبكم بإذن الله، وتعتمدوا بقى الطريقة وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم. خلّيت الفراخ زي ما أنتم شايفين كده باشيل منها العضم، بس مش باشيل العضم كلّه، يعني باسيب الحتة اللي هي إيه من تحت عشان نقدر نمسك بس إيه الورك يعني. باخليها كده بالراحة من العضم، يعني على قد ما تقدري إن أنتِ إيه بسكينة صغيرة. بس أنا عشان هنا كان صباعي مت م مجروح يعني، فما عرفتش أستعمل السكينة الصغيرة بصراحة. كنت إيه، يعني خُفت منها إن هي تعورني بزيادة كمان، فقُلت لأ خلّينا في الكبيرة بقى إيه، يبقى كلّه من بعيد لبعيد كده. أهو زي ما أنتم شايفين كده باخليها كده. وأنا باحب إن أنا أخلي الفرخة بإيدي، يعني ما باحبش الفرارجي أقول له اخليها لي، فممكن يخليها لي، عشان أتحكم أنا في إن الجلد اللي أنا هاعمل منه الحمام الكداب يكون كبير. بُصّوا أهو، يعني أنا باحاول آخد على قد ما أقدر الجلد من الصدر عشان أغطي الورك كله بتاعي، لمّا أحشيه يبقى مقفول كويس جدًا بالورك، ما يسربش الرز برّه، يعني ما يطلعليش رز من الورك برّه، فيبقى مش لذيذ يعني. هنا بقى أنا كنت خلاص خلّصت، قطّعت الوركين وطلّعت الصدر بتاعي، أخدت من الورك حتتين صغيّرين كده بس عشان أنا هاعمل nuggets. قُلت هاعملها بقى واشيلها في التلاجة تنفعني يعني في أي يوم تاني بقى، ما اتزنقش الزنقة اللي أنا اتزنقتها النهارده دي خالص. وده الحتت اللي هي بتبقى الدهن اللي في الورك من تحت ديّة كده أنا باخدها بصراحة، بتبقى بتخلّي الnuggets طعمها حلو أوي. والنهارده برضه يعني الفيديو الجاي إن شاء الله استنوه، هاعمل لكم nuggets بطريقة حلوة أوي، أوي، أوي وموفّرة جدًا وطعمها هايل. هنا الصدر بُصّوا أنتم شايفين أنا ما باشيلش كل اللحم منه يعني، باسيب فيه شوية، والجناح وباعمل منها في يوم تاني آمم crispy. باعمل الفراخ الcrispy عملناها قبل كده على القناة، وطلعت حلوة أوي، الخلطة بتاعتها جميلة جدًا.
الكبد والقوانص أوقات باعمل بيها الرز اللي باحشي منه الوراك اللي هي الحمام الكداب بتاعي، وأوقات بصراحة ما باعملهاش، باشيلها واسلقها للولاد مع الحتت اللي هي إيه، اللي هي الصغيرة اللي قدامكم دي، أوقات باعملها crispy وأوقات باعملها عادي مسلوق خالص يعني، عشان مثلًا بيبقى محتاجين شوربة، محتاجة أعمل لهم مثلًا شوية ملوخية أو حاجة جنب الأكل، باعملها مسلوقة. فمش دايمًا باخد الكبد والقوانص أعملها في الحمام. هنا بقى هاتبّل الوراك بتاعتي. أنا كان عندي وركين في التلاجة عاملاهم كده خالياهم كده ومجهزاهم. هاتبّل بقى دول وهاطلّع التانيين أحطهم معاهم. يعني أنا بابقى متبّلاها وشايلاها، دول يعني يعني هي فلتت كده منّي، كنت متبّلاهم دول وشايلاهم في الفريزر، فهاطلّعهم يفُكّوا وهاعملهم مع الوركين اللي أنا خاليتهم من الفرخة دلوقتي. هاتبّل بقى هاحط بقى إيه، بهارات فراخ وعندي بابريكا وزعتر فلفل أسود شوية ملح كمان، نضبّط الملح بتاعنا، وهنحط كل الحاجات ديّة كده على بعض ونخلطهم كويس أوي في الفراخ بتاعتنا عشان تتّبل، وهنحطها في التلاجة مثلًا. يعني لو أنا الكلام ده أنا عملته الصبح مثلًا كانت الساعة كده 12:00، هاحطهم في التلاجة لحد يعني بعد صلاة العصر عشان أطلّع بقى إيه وأعمل الأكل بتاعي. هنا بقى هاعمل الرز اللي هاحشي بيه الفراخ. هاحط معلقة سمنة صغيرة كده على النار، وعندي الرز طبعًا أنا غاسلاه. كنت هنا بقى هاعمل إيه، هاعمل الرز اللي هاحشي بيه الفراخ، هاشيله من الحلة هاحطه على جنب عشان يبرد، عشان أعرف أحشي بيه. وهاعمل بقى الرز اللي أنا قُلت لكم عليه اللي بالخلطة بقى النهارده رهيبة، رهيبة، رهيبة. يعني جرّبت فيه حاجة جديدة كده وطلعت حلوة أوي، 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 وإن شاء الله هاعمل بيها على طول مش هاغيّرها تاني. يعني بما إن روايح رمضان بقى والحاجات اللي هي بتاعة رمضان لازم ندخّلها في الوصفات بتاعتنا. فهنا كنت حطيت بقى مع السمنة البصل، وهاحط التوابل بتاعتي شوية بابريكا صغيّرين، فلفل أسود، حبّة زعتر، بهارات 7 بهارات، و شوية قرفة صغيّرين، رشة قرفة صغيّرة. وهاقلّب كل ده بقى مع بعضه كده، وهاضبّط طبعًا الملح بتاعي، وأقلّب كل ده عشان أنزل بيه بقى إيه، بكوباية الرز. يعني شوفي أنتِ بقى كده إيه بعينيكِ كده، أنتِ مثلًا هتعملي وركين هناخد مثلًا ممكن نُص كوباية رز كفاية جدًا. أنا عشان هاعمل 4 وراك فهاخد كوباية رز. هاشوّح بقى كل ده كده مع بعضه مع البصل. أنا ما حمّرتش البصلة، أنا يا دوب بس تبّلتها، يعني دبلت مع التوابل وخلاص على كده. وهنا بقى هاحط شوية المَيّة، طبعًا أنا باحط مَيّة ساقعة مش مَيّة سخنة. بس شوية صغيّرين جدًا، يعني يكاد يكون بُصّوا أنا إيه، كإنه كده إيه باحط له بُقّين بس مَيّة يعني، أهو بُصّوا كإنه ما فيهوش مَيّة يعني يعتبر، عشان أنا مش عايزاه يدخل في التسوية خالص، أنا عايزاه يبقى يا دوب بدأ تسوية. عشان ما يدوبش خالص في الوراك بتاعتي لمّا أحشيها ويبقى معجِّن كده وطري خالص، ويبقى مش لذيذ خالص يعني. وهنا بقى أنا كنت خلاص حطيت بقى طلّعنا الرز بتاعنا اللي هاحشي بيه، فهاحط الحلة اللي هاسلق فيها الوراك على النار، فيها بصلاية وورق لوري، حبهان، فلفل أسود و7 بهارات معلقة صغيرة، وهاحط كل ده على النار المَيّة تسخن عشان أعمل إيه بقى أهو، أنا خلاص الرز بتاعي استوى أهو، هاطلّعه بقى يبرد شوية. و هابتدي بقى إيه، أعمل الرز بتاعي التاني، اللي هو هيبقى جنب الأكل يعني الأساسي بقى بتاعي. هاعمل فيه إيه النهارده، هاحط بقى معلقة سمنة حلوة كده عشان أشوّح فيها. بُصّوا بقى، النهارده أنا قُلت إيه، دي أول مرّة أجرّب إن أنا أحط مشمشية وقراصية في الرز. في ناس كتير بتعمله كده وبيحطّوا له كمان بقى صنوبر و أو عين جمل أو أي نوع من أنواع المكسّرات يعني. فأنا بصراحة ما جرّبتش قبل كده، فقُلت بقى إيه، لأ هاحط 2 كده واحدتين صغيّرين، هاشوف الأول الولاد وجوزي هيقبلوا الطعم والّا لأ. طبعًا أنا عارفة إن جوزي هيحب الموضوع أوي، يعني بيحب جدًا ال الحاجات ديّة في الرز. لكن الولاد أنا مش عارفة هُم هيقبلوه والّا لأ، فحطيت إيه، حبّة صغيّرين كده مع الخضار في وسط الخضار، قُلت هيتوهوا في وسط الخضار كده وهاشوف إيه، هاجرّب كده هاجِسّهم يعني أشوفهم هيقبلوه والّا لأ. والحمد لله بجد يعني مش عايزة أقول لكم عجبهم طعمه جدًا، جدًا. وطبعًا أنا أمّا باعمل لهم الرز ده بيحبّوا جنبه التومية، فعملت لهم التومية.
الكريمي الوهم بتاعتنا، اللي هو هتلاقوها برضو على القناة. بوصفة حلوة قوي وسهلة جدا في الخلاط، وفي 5 دقايق بتعمليها بشوية لبن صغيرين خالص جدا، وبتعمليها بتبقى زي الفل. وهنحط بقى البصل بتاعنا مع الخلطة دي كلها، الجزر والبسلة والقراصية والمشمشية، وهحط بقى كمان البصل اهو بقى مع البهارات. هنقلب كل ده يتشوح على النار كويس كده، وبعدين هننزل بقى بالرز بتاعنا. الرز طبعا مغسول متنقي ومغسول كويس. و ادي البهارات بتاعتي اهي، شوية فلفل اسود صغيرين وحبة زعتر وحبة قرفة، بس مش اكتر من كده. وطبعا الملح بتاعي هظبط الملح بقى زي ما انا عايزة. وهحط بقى الرز بتاعي. بس كده، وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده. وبعدين هنظبط المية. طبعا هنا بقى انا مش هحط مية سخنة، اوعي اياكي تحطي مية سخنة على الرز بتعمليه بخضار. ليه بقى؟ هيخلي الخضار بتاعك يتهري بسرعة جدا، وهيدوب في قلب الرز مش هيبان يعني. فانا عايزة يبقى كل حاجة بوحدتها كده وبلونها الجميل، فهحط مية باردة عادي جدا من الحنفية. ومش هحط كمان مية كتير، لان الخضار برضو طبيعي لما آه، بنحطه في النار بينزل ميه، فمش هحط ميه كتير. يا دوب بصوا انا غطيت بس ايه سنه كده الرز، وهحط بقى ايه هغطيه خلاص واسيبه بقى لحد لما يتشرب، ونهدي النار عليه خالص ونسيبه بقى يستوي براحته. هجيب هنا الرز بتاعنا اهو الجميل اللي عملناه عشان نحشي الوراك بتاعتنا. هنا بقى الوراك كانت شربت التتبيله بقى، ومش عايزه اقول لكم كانت الريحه بقى والطعم تحفه تحفه بجد. وطعم القرفه وريحتها في الرز بيبقى خطير. طبعا الناس اللي متابعيني من زمان عارفين ان انا بعشق القرفة في الاكل، فدي فرصتي بقى في رمضان ان انا احطها لهم في كل حاجة في الاكل. بس وحشينا الورك بتاعنا اهو بقى، وهنلفه بالخيط كده لو عايزة تقدري. يعني عايزة تلفيه بالخيط اضمن. انا بعمل كده بصراحة عشان اضمن ان انا الرز ما يطلعش كده ولا كده. مش عايزة تكتفي بان انت تحطيه في الفايل والاسترتش بس، مش مشكلة، مفيش اي مشكلة. انا عملت قبل كده الحمام الكداب على القناة، هتلاقوني عملته لكم في الفرن، مش ما حمرتوش في السمنة يعني. لكن المرة دي بصراحة انا الوقت جري مني معرفش ازاي، ولقيت نفسي خلاص اللي هو فاضل نص ساعة للفطار، وكنت لسه ما خلصتش، ما عملتش عصير. يعني ما ضربتش العصير، ما جهزتش حاجة يعني. كنت عاملة للولاد بطاطس كده بطريقة حلوة قوي، هنزلها لكم في الفيديو الجاي برضو ان شاء الله. نسيتها ما عملتهاش، ولقيت الدنيا اتدربكت مني مرة واحدة، والمطبخ بقى فوقاني تحتاني، وطلعنا نجري والحقني. وقلت بقى لإسلام الحقني، تعالى اعمل انت بقى، اضرب انت القمر الدين في الخلاط كده، وحط بقى اللبن في الكوبايات البلح سوري. وجهز بقى انت المكان اللي بناكل فيه، عشان انا خلاص الوقت خلاص بيجري مني بقى. فربنا يا رب يخليهولي كده ويبارك لي فيه، ودايما كده يفضل ساندني، بيلحقني بصراحة في الأزمات. يعني لما بكون مزنوقة كده، أو نوني بقى بتغلس عليا وبتفضل بقى عايزاني كل شوية قاعدة بيها. هو بصراحة بيساعدني يعني، ربنا يا رب كده يبارك لي فيه ويخليهولي يا رب كده. هنا بقى خلصنا خلاص الوراك، حشيناها ولفيناها بالفويل والاسترتش راب زي ما شفتوا. وكانت المية بتاعتها بقى غليت خلاص بالبصلة والحاجات التتبيلة اللي قلنا عليها. حطينا بقى، نزلناهم في المية عشان يستووا. اخدوا تقريبا ساعة الا ربع في النار. آه، عشان طبعا احنا لفينهم كذا لفة، فعقبال ما المية بتوصل لهم بياخد وقت على النار شوية. هنا خلصنا بقى اهو، استووا الحمد لله. بعد كنت هفك الخيط، وبعدين خفت ان هو يفك مني في الزيت، فقلت لا هخليه بالخيط زي ما هو، بعد ما يطلع من الخيط ابقى اشيله بقى افكه يعني. معلقة سمنة كبيرة بقى كده، وممكن في سمنة، ممكن في زيت عادي براحتكم. هنحمر بقى الحمام بتاعنا،
ممكن نحطه طبعا كمان في بايركس بقى او حاجة صينية كده في الفرن، برشة سمنة كده، معلقة سمنة من على الوش. ممكن نعمله خلطة كده كمان بالكاتشب وشوية بهارات ونحطها على الوش وتحطيها في الفرن، برضو بيبقى تحفة وزي الفل، من غير ما نحمره بقى في سمنة. يعني انا قلت لكم برضو ان انا عملته قبل كده على القناة وعملته في الفرن، ما كنتش محمراه من فوق. المرة دي بقى حمره من فوق اهو. واسفة على منظر البوتاجاز، بس كان انا قلت لكم بقى ان انا كنت بجري دلوقتي من شويه ورا نفسي كده في المطبخ، فالدنيا اتدربكت معايا. عملت لهم كمان سمبوسة جنب الاكل. هنا الاكل بتاعنا اهو، طلعناه زي الفل. وعملنا التومية كمان، وقطعت لهم بقى خيار وفلفل كده جنب الاكل، اللي هو حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا الحق الدنيا شوية. وكل سنة وانتم طيبين. وعملنا السمبوسك بالجبنة، وان شاء الله هنزلها لكم فيديو قريب بإذن الله بالعجينة بتاعتها كمان عملناها ازاي، وتبقى مقرمشة كده وحلوة ولذيذة. وكل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش اللايك ودعوة حلوة في رمضان كده. ربنا يستجيب منكم يا رب. وادعوا لي كده ان القناة تتفعل قريب بإذن الله، عشان تفرحوني، يفرحوا ربنا، يفرحكم انتوا كمان يا رب. سلام عليكم ورحمة الله.